أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. نستهل النشرة بالخبر التربوي، حيث التحق تلاميذ المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها بحجرات الدراسة بالداخل وعلى غرار باقي ربوع المملكة. أشرف والي الجهة رفقة منتخبين على إعطاء الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2014-2015. عن تفاصيل الخارطة المدرسية وفقرات الدخول الدراسي يدور الريبورتاج التالي لمحمد التروزي ومحمد الداس. أكثر من 23 ألف تلميذا وتلميذة، العدد الإجمالي للتلاميذ بالأسلاك التعليمية 3 بإقليم وادي الذهب. 39 مؤسسة أعدت لاستقبال هذه الأعداد الهامة من أبناء الإقليم. مستجدات الدخول التربوي بالداخلة تسطير برنامج لتجويد الفعل التربوي من خلال توظيف تكنولوجيا الإعلام والتواصل وتوسيع العرض التربوي عبر إحداث مدرسة ابن منظور الابتدائية، إضافة إلى إحداث قسم لشعبة التعليم الأصيل للجذع المشترك ومسلك البكالوريا الدولية، مع تعزيز هيئة التأطير والمراقبة التربوية بمفتشين تربويين. الجديد على مستوى الخريطة التربوية هذه السنة هو إضافة قسم البكالوريا المغربية خيار فرنسية، وهذا مستجد هام، بالإضافة إلى قسم خاص بالعلوم الشرعية. ثم من بين المستجدات الهامة الذي عرفها هذا الموسم الدراسي هو انتقال طلبة الأقسام التحضيرية إلى مؤسستهم الجديدة، وعرف عددهم تزايدا هاما. تسطير برنامج يروم توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل تجويد الفعل التربوي، وأيضا إلى عناية قصوى لأنشطة وبرامج ترسيخ السلوك المدني من خلال قيم الحوار والتسامح. فضلا أن هذه السنة تم تعزيزنا بهيئة تأطير تربوي للمراقبة التربوية، مفتشين خاصة في المواد التعليمية الذين سيعززون تجربة إحداث قسم لمسلك البكالوريا الدولية. مع الافتتاح الرسمي للدخول المدرسي بالداخلة، تم توزيع مجموعة من المحافظ والكتب المدرسية على عدد من التلاميذ، افتتاح يفتح معه الباب أمام باقي أنواع التعليم من الخاص إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الأقسام التحضيرية التي تشهد هذه السنة ارتفاعا ملحوظا في عدد المسجلين بها. وفي نفس الإطار أعطيت ببوجدور الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2014-2015 بتوزيع الزي المدرسي الموحد والمحفظات على التلاميذ في سلك الابتدائي. وقد أعطيت الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي الحالي من طرف عامل الإقليم ومسؤولين محليين ومنتخبين. في المتابعة محمد فاضل أبو الحسن ومحمد شارة. مراعاة للتزايد المضطرد الذي عرفه العدد الإجمالي للمتمدرسين بنيابة إقليم بوجدور، فإن الإجراءات اتخذت بتشارك بين النيابة وفيدراليات جمعيات الآباء وشركاء آخرين من أجل إنجاح الدخول المدرسي. عامل الإقليم رفقة وفد رسمي ترأس انطلاق العملية بإشرافه على توزيع أكثر من 5200 محفظة المندرجة ضمن البرنامج الوطني مليون محفظة. بصفتنا كفيدرالية بمشاركة مع النيابة الإقليمية كنا مهيئين لهذا الموسم الدراسي بالنسبة للتلاميذ لا للابتدائي ولا للإعدادي ولا للثانوي، الكل الحمد لله في موقعه. كانت بالفعل تمت الانطلاقة واستفادوا فئات الذكور من الوزر والكتب والإناث كذلك، ومثال بالنسبة للابتدائي. بالنسبة للخصاص الحمد لله ما عندنا أي خصاص، بالرغم من وجود نقص في بعض المواد وبعض التخصصات، فاستطعنا أننا نتغلب عليها اتخاذ مجموعة ديال التدابير بإسناد حصص كاملة للأساتذة سواء في السلك الثانوي الإعدادي أو السلك الثانوي التأهيلي، ثم تكليفات ما بين الأسلاك. هذه التدابير كلها مكنتنا باش نضمنوا مقعد لكل تلميذ وأستاذ لكل قسم. وكان الوفد الرسمي قد أشرف على توزيع عدد من البذل المدرسية والتي بلغ عددها 3245 بذلة، كما قدمت شروحات خلال المناسبة ذاتها تهم الخريطة المدرسية وأهم الإجراءات التي اتخذت في سبيل انطلاق موسم دراسي جيد.
وبالجماعة القروية الدورة بإقليم الطرفاية أشرف عامل الإقليم رفقة منتخبين وفعاليات مدنية وعسكرية على إعطاء الانطلاقة للموسم الدراسي 2014-2015، حيث تم توزيع مجموعة من المحافظ واللوازم الدراسية على المتمدرسين، وذلك في إطار المبادرة الملكية السامية مليون محفظة. في المتابعة عياد السرتي وصالح رقيبي. جميع الإجراءات والتدابير اللازمة اتخذت لضمان دخول مدرسي ينسجم مع ضروريات المرحلة. تلاميذ المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها التحقت بالحجرات الدراسية هنا بمجموعة مدارس الوحدة بالجماعة القروية الدورة، حيث الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2014-2015 انسجاما مع المبادرة الملكية السامية مليون محفظة الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي. هذا الموسم بالنسبة لنيابة إقليم الطرفاية المبادرة الملكية المليون محفظة يستفيد منها جميع تلميذات وتلاميذ المستوى السلك الابتدائي يعني بدعم من عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي والمجلس العلمي المحلي وعدد من الشركاء، بالإضافة إلى الزي الموحد أيضا معمم على السلك الابتدائي 100%. الموسم يعرف الحمد لله انطلاقة سلسة. من هذا المنبر ننادي ونناشد الآباء والأمهات ونخبرهم أن الانطلاقة الفعلية على المستوى الابتدائي كانت يوم 10 شتنبر، والانطلاقة الفعلية للثانوي الإعدادي والتأهيلي يوم 11 شتنبر، وأن كل تأخر يعتبر غيابا غير مشروعا. بطبيعة الحال هذا الشيء كامل كيجي في إطار تشجيع التمدرس في العالم القروي والنهوض بالقطاع على مستوى المجموعة المدرسية. بطبيعة الحال الالتحاق ديال الأطر التربوية كان بنسبة 100%، وكذلك التلاميذ لنسبة الحضور ديالهم نهزت 98%، ونظرا لبعض الأشخاص اللي مازالين مسافرين في هذا، ولكن الحمد لله النسبة العالية ديال التلاميذ التحقت بالمؤسسة. جدير بالذكر أن عدد المسجلين بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بلغ أكثر من 2300 تلميذ وتلميذة، يؤطرهم أزيد من 150 إطارا تربويا. كما تميز هذا الموسم الدراسي بإحداث شعب جديدة، منها شعبة الاقتصاد بسلك الثانوي التأهيلي. في الشأن الفلاحي، وكما أشرنا خلال نشرة الأمس، انطلقت بقليميم فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الجهوي الفلاحي لجهة قليميم مسمارة، تظاهرة تأتي للتعريف بالمنتجات الفلاحية المحلية ولتحفيز التعاونيات والجمعيات المهنية لعرض منتجاتها الفلاحية. الحفل الافتتاحي تقدمه والي الجهة رفقة العمال الخمس للجهة حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. الدورة الرابعة من المعرض الجهوي الفلاحي بجهة قليميم مسمرة يجري افتتاح فعالياتها وسط حضور ومشاركة وازنة لأزيد من 170 من الاتحادات والجمعيات والتعاونيات الفلاحية. تظاهرة سنوية تسعى إلى التعريف بالمنتوجات الفلاحية المحلية وإحداث فضاء لالتقاء المنتجين المحليين لتبادل الخبرات والتجارب والتعرف عن قرب على التقنيات المتبعة في تنمية وتثمين المنتجات المحلية. هذه النسخة الرابعة اللي تنظم الغرفة الفلاحية لجهة قليميم مسمارة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة وبتعاون وتنسيق مع ولايات جهة قليميم مسمارة. هذا المعرض الهدف منه هو النهوض بالقطاع الفلاحي وبالمجتمع المدني وبالتنظيمات المهنية من أجل أولا تحسين الإنتاج، ومن أجل خلق نماذج للتسويق، ومن أجل لقاءات إقليمية وجهوية للعاملين في قطاع الفلاحة. القطب الخاص بالمنتجات المحلية يشكل فضاء لهؤلاء العارضين للتعريف بنشاطاتهم والترويج لمختلف هذه المنتجات الفلاحية التي تنفرد بها جهة قليميم مسمار عن باقي جهات المملكة. مناسبة مواتية أيضا لهذه التعاونيات والجمعيات المحلية لتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية. أنواع التونة يجب نعرضه
كاين بوفكوس، كاين ادمام، كاين الجهال، كاين سايق، كاين بيطوب. انا جيت من الزاك باش نشارك في هذا المعرض. عندي تعاونيه فلاحيه كنتجوا الدهن والطعام والرب وجميع الاعشاب. جينا نعرضوا منتوجنا الحمد لله، وعدنا نشاركوا في جميع المعارض، عدنا نشاركوا في مكناس ونشاركوا في جميع المعارض، فين ما كان معرض يعيطوا لنا عليه. اشتركنا بالمنتوج ديال العسل، الحمد لله كاين عسل دغموس زين تبارك الله وسميتو، الحمد لله هذا العام زين. كاين الدغموس ذكر حينا، ودابا بدينا عند الانثى عند الدغيميسه. احنا جاي من السماره مشاركين في هذا المعرض، اول مره كنشاركوا في هذا المعرض الفلاحي. معرض الحمد لله باين عنه نجاح لقدام، ونتمنوا له النجاح ان شاء الله. جبنا الجوده ديالنا العام اللي فات، جبنا الجوده مزيانه، وهذا العام حتى هو كاين. شاركنا بالمنتوج ديال الدغموس وديال الاركان وديال الليمون. حصلنا على واحد المنتوج اللي هو معروف في الناسيونال وفي الانترناسيونال، اللي هو عباره عن منتوج الحناء بالنسبه للشعر، اللي هو ان شاء الله غادي نخرجوا منه اشكال اخرى والالوان اللي كيعطي صباغات اخرى للشعر. دائما نشاركوا في هذا المعرض ديال الفلاحه، وكل شيء زين الحمد لله، وكل شيء باسط، ونطلبوا مولانا الله يطول اعمارهم. 4 أيام ستتواصل على امتدادها أنشطة وفعاليات هذا المعرض الذي أصبح حدثا فلاحيا سنويا يتيح للعارضين فرصة للقاء والتواصل وعكس الجهود التي بذلت في مجال تطوير وتنمية وتثمين المنتجات الفلاحية، وهو ما ينسجم مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع الدعامة الثانية والعمليات الموازية التي تهم تنمية الفلاحة التضامنية. المعرض الفلاحي الجهوي تميز أيضا بافتتاح قطبا للماشية فضاء لإبراز أصناف الماشية التي يقبل على تربيتها فلاحو أقاليم الجهة، والآليات المتاحة لتطوير مختلف السلالات. علي الكبش وعبد الرحيم حاجي. هي الإبل بشهامتها الكنز التراثي لمجتمع البيضان، وحضورها في مختلف الملتقيات الجهوية والوطنية صار أمرا ضروريا للاحتفاء بها كتراث حيواني داخل هذا المعرض الخاص بتربية الماشية. وإلى جانب الإبل بمختلف سلالاتها هناك الخيل أيضا التي لها مكانتها داخل المجتمع الوادنوني، حيث يشكل هذا الملتقى الفلاحي محطة هامة للتعريف بها وبأنواعها. جينا مشاركين هون في المعرض الفلاحي النسخة الرابعة، عارضين منتوجاتنا هون، خيولنا اللي هي خيول ديال البلاد الأصيلية، ومن هم اللي نتعرفوا على جمعيات أخرى ونتعرفوا على ناس هون على منتوجات فلاحية منتوجات تراثية هون، وبسم التنظيم هادشي زين ما شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. كما ترون أصبحت مدينة قليميم تبارك الله ما شاء الله تتحرك بالخيول، ورجعت هذه الثقافة حاليا، وكنشكر جميع الإخوان اللي كيساهموا معنا، لأن المدينة الآن فيها أكثر من 19 جمعية لتربية الخيول. المرة الثانية هذه تقريبا فاش كنشاركوا في هذا المعرض، جينا نشاركوا ونبينوا المنتوج ديالنا، ومشاركين درك بالغنم، الساعة بالغنم، هاي العيمان موالفين نشاركوا بالبل، وريك مشاركين بالغنم. والله هو جبناه كيف تشوف هاي الغنم اللي نبتها. تربية المواشي بشتى أنواعها كركيزة أساسية من ركائز القطاع الفلاحي، أبى القائمون على هذا المعرض إلا أن يكون حضورها وازن من أجل استعراض حصيلة عمل التعاونيات والتنظيمات المهنية التي أخذت قطاع تربية المواشي مجال للاشتغال بها، ولتحفيز الكسابة على المشاركة بأفضل ما لديها من الماشية تم تخصيص مسابقة لأجود المعروضات من المواشي. قطب الانتاج الحيواني كاين واحد 110 ديال الكسابه اللي مشاركين، واللي غتجرى فيه واحد المباراه لتشجيع الكسابه، وكاين المشاركه ديال الكسابه كتهم جميع الاصناف، كاين الابل، الاغنام، الماعز، الابقار، الخيول، وكما قلت غتنظم مباراه اللي غادي تتفرع على نتائج اللي تخصص الكسابه. قمنا بعده نشاطات وبالخصوص لتربية المواشي، لا منها الإبل ولا منها المعز ولا منها الغنم ولا منها المنتوج اللي هو ديال الأقاليم الصحراوية، وبالخصوص جهة قلميم السمارة. وفعلا كنشجعوا الناس المنتجين ونشجعوا الكسابة ديال هذه الجهة.
المعرض الخاص بتربية الماشية يقام بالموازاة مع المعرض الجهوي الفلاحي بمشاركة أزيد من 160 عارضا من مختلف الجهات الجنوبية لتثمين منتوجاتهم المجالية عبر هذا الفضاء الذي يعد مناسبة لعرض وتسويق حصيلة التنظيمات المهنية على مستوى الإنتاج. الحفل الافتتاحي للطبعة الرابعة للمعرض الجهوي الفلاحي بجهة قليمي مسمارة تميز بإقامة حفل استقبال على شرف كبار المسؤولين والمدعوين والشخصيات وضيوف هذا المهرجان الفلاحي، يتقدمهم والي الجهة وعمال الأقاليم الخمس المشكلة لجهة قليمي مسمارة. الحفل قدمت خلاله كلمات وتوقفت عند المكانة والأهمية التي أصبح يكتسيها هذا الحدث الفلاحي السنوي. حفل تميز بتقديم مجموعة من العروض الفنية لفرق مجموعة الفولكلور تمثل التراث المحلي للجهة، كما رفعت بالمناسبة برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك. اختتمت صباح اليوم فعاليات الندوة الدولية حول التأهيل الحضري للمناطق القاحلة مدينة العيون، وعلى مدى 3 أيام احتضنت عدة ورشات فكرية أطرها علماء ومهندسون وخبراء في ميدان التدبير الحضري، وذلك بحضور حوالي 300 عضو اطلعوا على تجربة الجماعة الحضرية للعيون في التدبير حاليا ومستقبلا. السالك رحال وعبد الله المحمودي. تميز اختتام الندوة الدولية حول التدبير الحضري في المناطق القاحلة بالعيون بتلاوة توصيات منبثقة عن الندوة وتلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله. ندوة عرفت نجاحا منقطع النظير بشهادة الضيوف العرب الذين شاركوا ضمن 300 مدعو ومدعوة لهذه الندوة. ندوة سلطت الضوء على مختلف الجوانب التقنية والعلمية لتدبير مدينة ما بمنطقة قاحلة. ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته لهذه الندوة. هذه الرعاية التي أعطت ثقل وأهمية على المستوى العربي وعلى المستوى العلمي لكافة الأخوة المشاركين والمتحدثين الذين شاركوا في هذه التظاهرة، والذي حضرها أكثر من 300 شخص من المملكة المغربية ومن دول عربية أخرى. والحقيقة مدينة العيون يعني هذا الجزء الهام من المملكة المغربية نجد في التنمية متطورة وهناك تنمية مستمرة، واطلعنا على المشاريع القائمة حاليا واطلعنا على المشاريع المستقبلية التي من المؤكد أننا سنرى العيون بعد سنوات قليلة ستحقق تنمية مستدامة لصالح ساكنيها. مسيرو الشأن المحلي على مستوى العيون ثمنوا عاليا الحضور المكثف لهذه الندوة والتجاوب المتميز مع مختلف المقترحات والأفكار، فكانت العيون قبلة لعرض منتوجها العمراني الحالي والمستقبلي، وكانت مثالا على التنمية بمثل هذه المناطق. الحمد لله كانت الندوة تسير بخير وعلى خير، وزيادة المدينة، تطور ديال المدينة واطلاع على المدينة. ضع أنه المعهد العربي عنده بزاف من اتصالات اللي ما هي عند واحد، ما هي عندنا احنا كبلدية والله عنده بلدية أخرى، لا عنده الكتب اللي يطبع فيهم ذا، عنده بزاف من الاتصالات اللي مدينة العيون دابا هي داخلة في ذا كله، وذا مهم لنا بزاف. ضع أنه نقدروا نديروا بها تطور كثير ونقدروا نزيدوا أقاليم من أقاليم الجنوبية على أثر ذا اللقاء، بلديات أخرى اللي أهلها راغبين في المعهد العربي يدير ندوات فيها ويدخل فيها رؤساء البلديات إلى بقاو، هذه مولي طريق مفتوحة أمامهم. كل الإخوان بدون استثناء من الدول العربية الشقيقة والصديقة تفاجئوا من تجربة مدينة العيون في التدبير الحضري في منطقة قاحلة، وبالتالي المشاريع التنموية اللي قدمنا بهذه المناسبة نالت إعجاب الجميع، وفي الحقيقة عدد كبير منهم صرح بأنه
بدل ما يفيد استفاد من هذه التجربة. وهذه في الحقيقة مفخرا لنا واعتزازا لنا، وكذلك حافز أن باش يعني نتقدموا في المزيد من الإنجازات في هذا الباب الدعوة. جهة وادي الذهب القويرة بدورها قدمت بالإضافة للجهات الأخرى تصورها الخاص للتنمية العمرانية والتدبير بمنطقة تزاوج بين الصحراء والبحر. عرفنا ياسر من التجارب وعرضنا الأفكار ديالنا وعرضنا التجارب ديالنا بالنسبة لنا، وعرفنا عن المدن ديالنا كانت تعيش مدن قاحلة في ظل عهد الاستعمار الإسباني، واليوم بعد مبذول اللي بذلته الدولة في هذه البنية التحتية اللي أهلت هاي المدن وصبحت مدن غير قاحلة ولله الحمد، باش نعرضوا اللي في الداخلة عندنا من الأفكار ومن اللي وصلت له المدينة اللي كانت مدينة فعلا قاحلة، واليوم العالم يراها بأنها جهة غير قاحلة. وبانت مولي أهمية الداخلة، وبانت المشاريع اللي وعدلت فيها والإنجازات الكبيرة اللي وعدلت فيها والاستراتيجية المستقبلية اللي الحقيقة اللي واعدة في المنطقة. بهاي الندوة نبغوها تعود في الداخل مستقبلا، ونبغوهم يزورونا باش يشوفوا بعينيهم قبال في الميدان، من أجل حتى هما يستفادوا من الأفكار اللي عندنا ومن المنطقة اللي عندنا، اللي الحقيقة منطقة استراتيجية وهي البوابة الإفريقية لهذه المنطقة. أشغال الندوة الدولية اختتمت ليرفع موعد لاحق بطلب من عدة مدن من المملكة وخصوصا بالأقاليم الجنوبية بضرورة احتضانه لإعطاء المثال الحي على الاهتمام الحكومي بالجهات الجنوبية الثلاث في كافة الميادين. الورقة الفنية للنشرة نخصصها للإصدار الغنائي الجديد للفنان المصطفى القمراني من بوابة الصحراء قليميم، فيديو كليب بعنوان الحكم الذاتي، وهو عمل فني ركز أيضا على بعض المنجزات التي تحققت بالحواضر الجنوبية. عمل فني يأتي إصداره بدعم من وكالة الجنوب وولاية وبلدية قليميم. حافظ محضار ومحمد بعيريس. بمشروع الحكم الذاتي الذي ارتضاه أبناء الأقاليم الجنوبية كبديل لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، تغنت كلمات هذا الإصدار الجديد للفنان الشاب مصطفى القمراني ومجموعته الغنائية. كلمات الأغنية حاطت أيضا بالجهود التي بذلت في العقود الأخيرة لتنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية، وهو ما تعكسه صور الفيديو كليب الملتقطة بعديد الحواضر الصحراوية. ارتأت الجمعية إلى إنتاج هذا الفيديو كليب حول الحكم الذاتي المصور عن طريق فيديو كليب بدعم من واحات الجنوب والموسيقية الجهوية، وبدعم من بلدية قلميم، وبدعم ولاية جهة قلميم السمارة. هذا العمل الفني شاركت فيه عدة أطفال من حي المنعب. الفئة اللي استهدف المشروع أطفال تقنوا تبارك الله بسم الله هذا الفيديو وكليب، وسجلناه في مناطق عدة ومتفرقة من واد هون، مناطق متفرقة من تيغمرت ومن الشاطئ الأبيض، وقسنا مولي العيون وقسنا الطاح وقسنا مناطق متفرقة. إصدار جديد إذن يعكس شكلا من التناغم التام مع مشروع الحكم الذاتي الذي كان محط إجماع كافة القوى الدولية. عمل فني تغنى أيضا بكافة المنجزات التي رأت النور بمختلف الجهات الجنوبية. جديد الصحف الصادرة يوم غد في قراءة لعياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الصباح، والتي كتبت في صفحتها الأولى بأن تورط الجزائر في ملف الصحراء كشفه هذه المرة أشخاص استعانت بهم الجزائر من أجل تحريضهم على إحداث أعمال عنف وفوضى بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضافت الصباح بأن مشاركان في دورات تدريبية بالجزائر فضح جانبا من الأهداف الدنيئة التي تخوضها المخابرات الجزائرية
الصحراوية ضد المغرب، فالأخيرة تعمل على تجييش عدد من الصحراويين في جامعات صيفية ضد المغرب ومصالحه، وهذا ما حملته شهادات ممن سبق وتم تجنيدهم. أما يومية العلم فكتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: يجتمع عدد كبير من ممثلي البوليساريو بإسبانيا يوم السبت من الأسبوع الجاري برئاسة قيادي من البوليساريو لأجل الاطلاع على خطة في أفق اجتماع ثان أوسع يستمر ل3 أيام خلال الأسبوع المقبل ببلجيكا من أجل تحريك الساحة الأوروبية ضد المغرب. وذكرت العلم بأن هذا الموعد هو تكوين تشرف عليه البوليساريو والمخابرات الجزائرية، وأن الخطة تراهن كثيرا على عواصم غربية معينة وعلى مؤسسات أوروبية محددة، وتعتمد على التسويق لأطروحات واهية. وفي خطوة تؤكد صحة المعطيات المتداولة حول تمكنها من تحقيق نتائج إيجابية وغير مسبوقة في مجال التنقيب عن النفط بالمغرب، أعلنت شركة سانليو إنرجي يوم أمس الأربعاء أنها قررت اقتناء حصص إضافية في رخص التنقيب عن النفط في مناطق جديدة بالمغرب. وذكرت يومية المساء في باقي تفاصيل الخبر أن الشركة قالت إنها وضعت جميع الإمكانيات نصب أعينها للاشتغال في مجال التنقيب عن النفط بالمغرب، وتقدر احتياطات المغرب من الثروة النفطية الصخرية ب50 مليار برميل، وتبقى أهم المناجم طرفايا وتمحضيط. توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم عبد الله والخليفة والمحمد والفغير عن سنين تناهز 83 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة رقيبات سواعد، وكان قيد حياته من أسرته المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم سيدي والسيد الشافعي والبصير عن سن تناهز 67 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة رقيبات المذنين. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة قليمينة من تلغضف والبوشعاب عن سن تناهز 76 سنة. الفقيدة تنتمي إلى قبيلة أيت الحسن أيت بومقوت. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سحب منخفضة ستهم السواحل بالمنطقة خلال الصباح. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بالقويرة، 29 درجة بكل من طاطا وأوسرد، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 43 درجة بأوسرد، 25 درجة بكل من سيدي إفني والداخلة. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:39 دقيقة، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 7:57 دقيقة إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 43 درجة بزويرات، 41 درجة بتندوف، 38 درجة بنواذبو، 35 درجة بنواكشوط، 30 درجة بباماكو، مع تسجيل 28 درجة بالعاصمة الرباط.